تتويج تاريخي للمغرب لكرة القدم داخل القاعة بلقب الدوري الدولي المنظم بكرواتيا، وذلك بعد فوزه على رومانيا اليوم وغياب منتخبنا الجزائري عن هذه المنافسة. بصراحة فضيحة تكتب باسم الجزائر. باب ألف مبروك والحمد لله. الحمد لله المنتخب المغربي يفوز بالكأس عن جدارة واستحقاق، وأحسن منتخب في الدورة وأحسن هداف والهداف العالمي ما شاء الله. ألف مبروك ألف مبروك، المنتخب المغربي يفوز باللقب، وشكرا ليه درنا التريكو من بعد نقول لكم شكون هو. ألف مبروك. المهم المنتخب المغربي ما شاء الله ما شاء الله، يعني تفوز باللقب هكا بهذه الطريقة وبمقابلة عالمية ومقابلة كانت كبيرة، يعني في نهائي بحال هكا، يعني ما شاء الله. المنتخب المغربي يفوز عن جدارة واستحقاق، وهدف يبقى في التاريخ، هدف يبقى له في التاريخ، يعني هو اللي جاب به اللقب. اللعابة كاملين تقاتلوا ما شاء الله. اليوم المنتخب المغربي أثبت للعالم بأن الكرة المغربية في طورة، الكرة المغربية في قمة، وإفريقيا في قمة أخرى. بلا ما نهضروا على صحافة زيكو بغاو يفرحوا، ولكن الفرحة لم شوف. صحافة زيكو ما حدكم تابعين، المغرب راه غادي هنا. الاوديسات داو اللقب، السيدات ديال القاعات داو اللقب، الاوفا وصلوا لافينال. شوف هاد السنه سنه المنتخب السيدات هو وصل لافينال، وراكم شوفوا باش ما داش اللقب. اليوم الف مبروك المنتخب المغربي عن جدارة واستحقاق اللقب، يعني هو اللي دار هاد الالقاب هذو حصدهم. اليوم شفنا الفرحه ديال سمحوا لي انا كيما راه بالبحر راني ما قدرتش شفنا الفرحه ديال فوزي القجع في الملعب، شفنا مفهمتين وكاع فرحانين. حاجه ثانيه الجماهير كامله تشجع المنتخب المغربي، لانه عارف المنتخب المغربي قوي وشجعته. وانا عارف صحافه زيكو غادي يخرجوا يقول قجع شراكينيه بها برئيسها بجمهورها، مي صحافه الجمهور حتى النهايه ما شاء الله. هذه باش تعطيك بلا الناس تبغي الكره، تعرف الكره، يعني عارفوا المنتخب المغربي بلا قوي ويلعب كره قويه، علاش يشجعوه. ونتمنوا لهم ان شاء الله التوفيق في كيسان الافريقيا الجايين. ولكن اللاعب المحلي المغربي، لاعب محلي مغربي تو مطور، تو ما شاء الله، يعني تشوف من السونتر يعني حاجه ماشي سهله. وكاين شي مهاجمين تما كان قادر يكونتروليها ويزيد، ولكن هو لا، باش جات باش عطاه، باش دار باش جبد عليه، يعني ما شاء الله. نتمنى له ان شاء الله التوفيق في المسار ديالو، قادر يحترف يمشي اي دوري في اوروبا، ويقدر يزيد يكون من راسه ان شاء الله ويزيد، لانه هداف من الطراز العالي. وكان نورمالمون كان نورمالمون كان على الركراكي يعطي له فرصه مسكين، لانه يستاهل باش يخرج بسته ديال الاهداف، يعني ماشي سهله. عنده شحال، عنده 6 ديال الاهداف دوك واصل، يعني تقريبا وصل للكعبي، ولكن الركراكي ما عطاش فرصه. مي الف مبروك على الشعب المغربي، والف مبروك هذا اللقب، والف مبروك اللي عطاونا منتخب بحال هذا، وعطاونا يعني قدامنا جارنا بلاد بحال هذه تخدم كره القدم. خاصنا نغيروا منها، ماشي نجيو نحسدوها، وماشي نجيو نكذبوا على الغاشي ونبقاو نكذبوا على الشعب وراه ما كاين والو. حنا اللي ما كاين والو، حنا كورتنا ما كاين والو، حنا ما عندناش نوادي، حنا ما عندناش منتخبات. شوف اليوم العبره ها، منتخب مع احسن مدرب مشى جاب الكاس وجا ما على بالوش حتى بشي حاجه. حنا لا، حنا تعطيهم كامل ما يديروا والو. المهم شكرا للانسان هذاك اللي صيفط لي التريكو هديه. من بعد ان شاء الله، من بعد ان شاء الله غادي نقول لكم ونشكروا ان شاء الله، نزيد نشكروه. مي مبروك عليهم، مبروك عليهم اللقب، مبروك على المنتخب المغربي اللقب، يستاهلوا اللقب. الناس تقاتلت، اللعابه تقاتلوا، الدم الجرينتا الصباط حطوا رجليهم من الحارس حتى المهاجم، يعني ما شاء الله فرحونا. لقب يبقى في التاريخ، بمقابله تبقى في التاريخ، وسيرتو الهدف اللي في التاريخ، هدف يعني خرافي، يعني خرافي من الاخر. مقابله كانت ما شاء الله. ملي بدات كانت عندنا شويه الاستريس في الهدف اللي جابوه في الاول، ولكن هدف التعادل والهدف الزوج عطى ارتياح، وعطانا ارتياح. ولكن جات واحد اللقطه اللي ولا وسجل الهدف الثالث ودار الاصرار باش يفوز هذا اللقب. ما شاء الله المنتخب هذا يستاهل اكثر، هاد اللعابه هذو يستاهلوا التفاته من الركراكي ان شاء الله باذن الله، ويعطيهم فرصه ديالهم، لانهم يستاهلوا التفاته صح، ماشي بالكذوب. اليوم يثبتوا للعالم بانه الكره المغربيه في تطور، الكره المغربيه في ازدهار. البطوله المغربيه بطوله كبيره، في 9 سنين ولا 10 سنين راه قال لك جواد باده شحال كان عندها ملقب، يعني راها مسيطره على افريقيا. ما جاتش غير من العدم، جات مخدمه، جات استراتيجيه، جات استراتيجيه ديال البلاد، ديال القجع، ديال الجامعه، ديال كل شيء، يعني جامعه خدامه، الناس خدامين. شفنا البنيه التحتيه في المغرب تطورت بزاف ومازال تطور تولي العالميه. يعني تخيل انت ملعب ديال مولاي عبد الله، اول ملعب ديال كاس العالم، شوفوا راه كملوه وما شاء الله، يعني ملعب عالمي. كره المغربيه كره غاديه في جيه، وحنا غاديين في جيه، وافريقيا غاديه في جيه، يعني بعيده الكره المغربيه على الكره الافريقيه.
ومن تشوف انت الجماهير اللي يعني ما تابعالكش، ولكن علاش تتبعك، علاش تشجعك، شجعتك على الجرينتا اللي عندك، وشجعتك على اللعب الرجولي اللي كديروا في الميدان. يعني تشوف كامله تشجعك اليوم، راه ماشي سهله، ماشي سهله الملعب كامل يشجعك. راه ما جا حتى هذاك يستمتع بواحد المنتخب اللي يلعب كره عالميه، يلعب كره جميله تيكي تاكا، يجيب هدف بحال هذاك الخرافي. هذاك الهدف راه يعني عطات لمسه يعني، وهذاك الهدف غادي يدور اليوم يدير ترند. يعني حاجه كبيره، حاجه كبيره، حاجه ماشي سهله. راه له ديريكت. غادي نقدر الا نقدر نحط لكم هذاك الهدف، انا غادي نحطوه هنا ان شاء الله، ونعطيكم بعض التصاور ديال صحافات الزيكو اللي من الديبار فرحوا برقصوه. في التالي ما غاديش يحطوا النتيجه النهائيه، الا قدرت غادي نحطهم، ما قدرتش ما ندير لكم فيديو ديريكت. مي نتمنوا ان شاء الله التوفيق للمنتخب المغربي، ونتمنوا لهم التوفيق في اجواء اخرى، في قطر، في ملاعب اخرى. غادي يكونوا ند للند مع المنتخبات العربيه، مثل مع المنتخب ديالنا ديال الجزائر، مع المنتخب التونسي، يكونوا ند للند، لانه عندهم في رجليهم. كي تشوف يعني تشوف على مر التاريخ يمكن الكره المغربيه عندها تقدم، سيرتو في لافونسونتر. حنا كي تشوف المهاجم اللي كان عندنا مشى مسكين، ما مشى حتى هدف، وجات ثلاث قبائل، شباب القبائل غادي يلعب معاها، ما كارثه كارثه، هدف ما جاباش. راه مشكله مهاجم ما جابش هدف، لا راه مشكله. علاش انا شي مرات نتعصب ونقول اودي والله هاد الصحافه الزيكو مساكين اللي عايشين الظلمات. راه تغيير خصهم انا نكون نجد بحالهم. هذاك الهدف اللي سجل المليون ندرسه في الجزائر، ندرسوا لهم، نعطيه لهم هاك وتسجلها في هذيك الدقيقه. الف مبروك على الشعب المغربي، الف مبروك على المنتخب المغربي اللي عطانا منتخب متكامل، عطانا كره، يعني لعبه كره. ما شاء الله. اش غادي نقول، والله العظيم ما شاء الله. الناس تستاهل، الناس تلعب. الكره المغربيه في تطور كبير ومسار كبير من 2022 لهنا. الكره المغربيه تغيرت بزاف، سيرتو المنتخبات المغاربيه تغيروا. اي مسابقه يدخلوا لها، اي لا باغيين يجيبوا اللقب. اي مسابقه بغاو يحطوا فيها رجليهم يجيبوا اللقب، ماشي مسابقه يدخلوا لها بغير مشاركه من اجل المشاركه. لا، خصني من ندخل